تونس الجارتين أو الحدود بسيطة، نعدي ناحية الغرب شوية. في تونس بيكاسو الكرة التونسية قرر أن يحتفل بعيد ميلاده هذا العام بشكل مختلف. الشكل المختلف ستتابعونه في التقرير التالي الذي أعده الزميل علاء عزت. نتابع ثم نتواصل. بشكل مختلف هذا العام يحتفل بكأس الكرة التونسية النجم الدولي الشهير أسامة الدراجي اليوم الجمعة بعيد ميلاده 28. ولكن لماذا يختلف العيد هذا العام؟ لأن بيكاسو احتفل قبل أسبوع واحد بدخوله القفص الذهبي. ولد بيكاسو الكرة التونسية ونجم نادي الترجي في 3 أبريل عام 1987 بمدينة تونس العاصمة، وبدأ مسيرته الكروية من باب سويقة حيث معقل نادي الذهب والنار الترجي، والذي لعب له اعتبارا من عام 2007. وبعد عامين فقط توج بلقب أفضل لاعب في تونس، وتوج مع ترجي بالعديد من البطولات والألقاب المحلية والعربية والإفريقية، أبرزها كأس دوري الأبطال الإفريقي عام 2011، وهو ما منحه شرف الظهور في مونديال كأس العالم للأندية في نهاية نفس العام بالإمارات. وكان من الطبيعي أن يحجز له مقعدا دائما في كتيبة منتخب نسور قرطاج، وقاد بلاده في بطولتين لكأس الأمم الإفريقية والفوز ببطولة أفريقيا للمحليين عام 2011، وكذلك شارك في تصفيات آخر بطولتي كأس عالم. خاض بيكاسو تجربة احترافية واحدة حتى الآن عندما التحق بفريق سيون السويسري، إلا أن التجربة لم تكلل بالنجاح، وسرعان ما عاد لناديه الترجي. وها هو الآن وبعد شفائه من الإصابة الطويلة التي ضربته في أكتوبر من العام الماضي، يستعد الدراجي لقيادة فريقه الأحد أمام بطل الكاميرون في بطولة دوري الأبطال الإفريقية.